كل ما نديرهم يخلصوا في دقيقتهم. حبه ورا خوتها مقرمشين ومفرمجين من داخل مع صحن شوربه سخون في رمضان من اروع ما يكون. اروحوا نديروا لي كروكيت دو بوم دو تيغ كيف كيف. البطاطا حسب افراد العائله، انا ديت 3 حبات، غسلتها قطعتها وحطيتها في قدره، زدت لها الماء، فص ثوم وريقه رند ملح وفلفل كحل، وتقدروا ما تفوروها، انا حبيت نطيبها عادي. المهم خليوها طيب، ومن جهه قطعت الموتزاريلا تاعي، ثم تقدروا ديروا الفرماج اللي تحبوا، وزدت قطعه المعدنوس. ونرجع للبطاطا اللي كانت طابت، ما تخليوهاش تطيح بزاف، نصفيها مليح من الماء ونمرسها مليح، من بعد نزيد الزيتون الاخضر المرحي مع صفار بيضاء، 2 مغارف كبار نشا، مغرف كبيره فرماج، المعدنوس، مغرف كبيره شابلور، ونزيد شويه كركم مع بابريكا، نعجنها شويه، ونزيد علبه من الطون، انا استعملت ريكامار، هذا اللي يجي غير بالماء ما فيهش الزيت، والحبه تاعو كامله. نعجن العجين تاعي حتى يتجانس، ونشكل كل حبه على شكل كريه، نحشيها بالفرماج ونخليها ترتاح. من جهه خلط البيض اللي بقى لي مع حبه بيض ونفس التوابل اللي درت في البطاطا، وفرغت لا شابلور، نحط الكريه في البيض ومن بعد لا شابلور، ومن بعد نزيد نرجعها في البيض ومن بعد لا شابلور، هكا باش تجيب بزاف تقرمش. ونروح ديريكت نقليها في زيت سخون، لازم يكون الزيت شويه غارق باش ما يتفتحوا لكمش، ومع يتحمروا نحيوهم. ولي كروكيت نتاعي راهم واجدين. هادو ما نسميوهمش دي كروكيت، نسميوهم قنابل السعاده، باسكو مع عضا يطلع هرمون السعاده من البنه. خبيو لا غوسيت رمضان باش تجربوها، وهذا ما كان.